كثير ناس يسألون أن كيف نقدر نوصل لألوان سينمائية. الموضوع جدا بسيط. اليوم إن شاء الله في هالفيديو بشرح لكم كيف توصلون لألوان سينمائية مرتبة بخطوات جدا بسيطة، والموضوع جدا بسيط وسهل. بعد الانترو. زين، أول خطوة تدخل الإعدادات كلر مانجمنت وتشوف بالضبط أنا شو حاط تحط مقله. أنا ما أريد أدخل في الكلمات والمفردات وكل هالأمور هذه عشان ما حد يضيع، لأن الهدف بالنهاية الشخص اللي توه بادي تلوين يفهم وأموره تكون طيبة وكل شيء يسويه يكون واضح وسهل. هذا هدفي صراحة. تخلي الإعدادات بالضبط مثل ما أنت تشوف عندك في الشاشة، بعدين تضغط على سيف. أول ما تضغط على سيف بروح يتسكر عندك النافذة هذه والويندو هذا وبس. تيجي بعدين تجيب كلر سبيس ترانسفورم وتحطه على النود الأول أو رقم 1، بيطلع لك هالخيارات هذه أو هالأشياء هذه أو هالأمور هذه. فاللي أنت بتسويه عشان تحافظ على أقوى وأفضل وأحسن جودة في موضوع الفوتج اللي عندك، يعني إذا أنت مصور بكانون الفوتج 100% تاخذ ألوانها مثل ما يعني الدايناميك رينج، يعني قوة الألوان، يعني قوة السنسر، يعني 100% تاخذ من الشيء اللي أنت صورته، يعني ما تخسر أي انفورميشن أي معلومة. تمام. بس قبلها حاب إني أوضح شيء، إن الكلر سبيس ترانسفورم يا إنك أنت تسوي سيرش هني تكتب COL كلر، أول ما تكتب كلر يطلع لك، لكن الموضوع بسيط. في أول القائمة بتحصل انه موجود كلر سبيس ترانسفورم، تجيبه وتسحبه وتحطه في النود الاول. تمام. من بعدها البكتشر بروفايل اللي انت استخدمته او الفلات بروفايل او اللوج اللي انت استخدمته في التصوير، سواء كان كانون، ريد، الكسا، اي كاميرا انت او اي براند انت استخدمته، لازم تعرف شو الكلر سبيس والقامة اللي انت استخدمتهم. في حالتي أنا استخدمت كانون سينما قامت سي لوج 2. مثل ما تشوف إن أول ما حطيت هالمعلومات هذه البسيطة طلع لي كأني أنا جالس أشوف الشيء في الصدق. تمام. أنا أحاول قد ما أقدر إني أستخدم مصطلحات بسيطة، لأن الهدف من هذا الفيديو تسهيل أو تخلي الموضوع هذا جدا بسيط للناس اللي توهم داخلين. هذا هدفي. بعدين في الاوتبوت كلر سبيس تحط ريك 709، لان الهدف ديسبلاي. الهدف ان انت تشوف الفيديو في اليوتيوب، تشوف الفيديو في السينما، تشوف الفيديو في شاشة التلفزيون اللي قدامك، تشوف الفيديو مثل وانت جالس تشوفه الحين. الشرح هذا ريك 709 يسمونه. تمام. احاول قد ما انا اقدر اني انا ابسط المعلومة، يعني ما حد بروفيشنال يقول حمد انت شو جالس تقول، شو جالس تخبص. انا هدفي مو الناس اللي يعرفون او بروفيشنال، لا، هدفي اللي توهم بادئين. حلو حلو. وبعدين في الاوتبوت هني المفروض تحط قامة 2.4، لكن انا ما بحط قامة 2.4، انا بحط سينيون فيلم لوج. تمام. هذا عبارة عن كيرف، او السينيون فيلم لوج عبارة عن كيرف يخلي التأثير اللي بحطه بعد شوية، وهذا التأثير موجود في الدافنشي المدفوع والدافنشي المجاني. تمام. طبعا بسمي هذا CST Color Space Transform، بسوي نود جديد. هذا بسميه LUT، يعني تأثير. وهذا التأثير طبعا موجود عند كل الناس، عندك انت، عندي انا، عند اي حد، يعني موجود في دافنشي بلتن او موجود في الاساس. تضغط رايت كليك، تروح لات، بعدين تصير فيلم لوكس، وتختار من آخر 3 أي شيء أنت تحبه. تمام. أنا أفضل النورمال اللي هو D60 طبيعي، أما الثانيين اللي هو ال 55
واللي هو الثاني 65. شوف التون عندي يتغير، لان ال60 يعطيني ناتشرال، يعني الابيض ابيض تقريبا عشان انا افهمك بالضبط شو جالس يستوي هني، وال55 او ال55 يكون مايل للاصفر. الحين بطبقه وشوف. وعندك ال65 او ال65 يكون كول بارد. شوف، فانا دائما اروح طبيعي ناتشرال بهالطريقه. انزين الحين لو انا جيت مثلا هني وخليت السينيون قامه 2.4، بتشوف ان الفوتج بيتدمر عندي، الاسود اخترب، كل شيء اخترب، ويعني اعطاني الويف فورم كومبرس مره. يعني لو اسوي كمان زد، شوف كيف الحين هذا سينيون وهذا اللي هو جاما 2.4. فدائما اذا انت تبغى تطبق اللتس اللي هني فخلك على سينيون في البلوج. بعدين هني تحط لومينانس مابينج وتفعل الخيار اللي تحته وترفعه 100%. بعدين تفعل الخيار الثاني، وبعدين اللي تسويه تضغط على اللي هو الجامت مابينج ميثود، تخليه ساتوريشن كومبريشن وتخليه مثل ما هو، ما تغير ولا شيء. بهالطريقه انا بختصر الموضوع، انا ما اريد اعقدك. التون مابينج حق اللومينانس مابينج هذا يحافظ لك الهايلايت، يعني يخلي الهايلايت مالك زين، يحاول قد ما يقدر انه يرجع تفاصيل الهايلايت. اما اذا انا خليته النن مثلا بتشوف انه تغير، فنخليه لومينانس مابينج. اما ساتوريشن كومبريشن في حال ان عندك الوان محروقه، يعني واصله لين المربع او مجاوزه المربعات هذه، فالساتوريشن كومبريشن يحاول انه يجيب الالوان او يرجعها طبيعيه مره ثانيه. وفي حال انها ما رجعت تقدر عن طريق اللي هو ساتوريشن ماكس ترجع اللي هو ساتوريشن ماكس لين مثل ما تشوف هني في الفيكتور سكوب، او اعدادات الالوان، او هني يراويك رسمه قوه الالوان. كل ما الغيمه هذه كانت كبيره كل ما الالوان كانت قويه. فمثل ما تشوف يوم انا اخليه طبيعي مثلا 1 او 0.0 يعني 0%، فاصلة 1 يعني 10%، وهكذا. لكن انا شو بسوي؟ المفروض ان عندي شيء محروق في الالوان وانا لازم ارجعها طبيعيه، فلازم انقص الساتوريشن ماكس لين ما، مثل ما تشوف في الغيمه كيف جالس يرجع، لين ما المحروق ارجعه طبيعي. تمام، هذا هو. حاولت قد ما اقدر اني اسهل الموضوع. انزين الحين انا بعد ما سويت هالتو نودز او هالاوامر هذه، شو لازم اسوي؟ خلاص يعني حمد؟ لا مش خلاص، لازم تسوي نود قبل السي اس تي. هني انت تعدل الامور اللي انت تباها. على سبيل المثال انا بعدل الاكسبوجر لان الاكسبوجر عالي. انا دائما يوم اصور ما اهتم للاكسبوجر صراحه، والمفروض ان يكون عندي قطعه اللي هو هذا، ان اطلع الالوان والاكسبوجر كله بيرفكت، لكن ما استخدمه صراحه، ما اضيع وقتي عليه. زين هني مثلا بكتب اي اكس بي اكسبوجر. شو بسوي؟ بتنصدم. انا اسوي هذا الشيء. يعني كل ملون له ترتيب، كل مصور له ترتيب، كل واحد عنده تفكير معين. انا شو اسوي؟ انا اعرف ان البيفت لازم يكون ثابت، انا اعرف القانون هذا. مثلا اذا بتي دافنشي وايد قامت ال 18% جراي ماله 0.336، اذا بتي الايسس الكيرف ماله 0.435. وبهالطريقه حتى يعني مثلا السيلوك 2 اللي انا فيه رقمه بوينت 78
شيء، المهم يعني شي الارقام يعني. فضروري ان انت تعرف هالاشياء هذه. سوي بحث وضبط امورك وشوف الكاميرا اللي عندك كم البيفت بوينت ماله. لكن انا امانه ما اعتمد عليه، ما احب اسويه صراحه، لان اشوف انه تضييع وقت بالنسبه لي انا كحمد. فكل اللي انا بسويه اني انا ارفع الكونتراست وارفع البيفت لين ما اوصل للاكسبوجر اللي انا ابغاه. مثل ما تشوف اني انا الحين رجعت المحروق هني، والحين برفع البيفت لين ما اشوف ان انا مرتاح والشيء هذا بيرفكت بالنسبه لي. نشوف الفوتج، بتشوف ان التفاصيل كلها موجوده والامور كلها طيبه. ومن بعدها عن طريق الجين احرك، اروح للجو الاصفر او الازرق او اي شيء انا ابغاه. كل واحد له طريقه، كل واحد له تفكير، كل واحد له نظام معين يمشي عليه. انا صراحه أنا احب هالشيء هذا. ولو تشوف بروفايلي اكتب في الانستغرام حمد احمد بالعربي وبطلع لك، وبتشوف جوي كله اسود محروق. شي انا احب هالستايل هذا. فمثلا هذا الفوتج قبل وبعد، مثل ما تشوف. شيفت دي عشان اشوف قبل وبعد. الحين لو نقلت الالوان هذه في هذا الفوتج بالماوس اعطيه ميدل كليك وهو على طول بيستوي. طبعا انا ما باخذ الاكسبوجر وهذا ما بعتمد عليه، لكن الباقي بعتمد على النود اللي قبل اللي انا سويته. في مثلا برجع الجين صفر، وبشوف هل لازم ازيد الاكسبوجر ولا انزل الاكسبوجر. وبهالطريقه اعطيت لوك معين. برفع الكونتراست مثلا اكثر، بزيد البيفت اكثر عشان ارجع كل التفاصيل. مثل ما تشوف كل التفاصيل موجوده. وهني لازم يكون عندك الامور محروقه. ليش؟ لان اصلا هذا محروق، واصلا خلاص قريب في الليل، يعني الاضاءات مثل ما تشوف انها شغاله. هني مثلا ميدل كليك نفس الشيء، اعطاني لوك حلو ريترو على قولتهم او قديم نوعا ما. نفس الشيء ازيد البيفت وارفع الكونتراست. بيرفكت بالنسبه لي، انا اشوف انه وايد حلو. نفس الشيء، شيء تراثي مايل للاصفر حلو. بزيد الاصفر يمكن بعد اكثر. وبرفع الاكسبوجر شويه. والله بهالطريقه شيء خطير. انا استانست على النتيجه صراحه. فبهالطريقه انت تقدر تجيب الشيء سريع سريع، يعني ما يحتاج ان شوف مثلا على طول على طول، ما يحتاج ان انت تعور راسك. الموضوع وايد بسيط، التلوين وايد وايد سهل. للناس اللي يبون يجملون فيديوهاتهم هالطريقة أفضل طريقة تقدر تستخدمها وأسرع طريقة إن أنت توصل لشيء معين. تبغى أبيض طبيعي هذا، ارفع الإكسبوجر وشوف على حسب، وبتشوف إنه أمورك طيبة. مثلا هالصوب عندك محروق، شو تسوي؟ شيفت اس عشان تسوي نود قبل. مثلا بتسوي دائرة في هالمنطقة هذه وتنعمها. بعدين تي تسوي له تراكين كامل وبس. تيني وتنقص الاوفست، لا تروح وايد يخترب. شوي شوي على الخفيف، على الخفيف. شوف كيف؟ عشان ما حد يحس ان انت لعبت في هالمنطقة هذه. شوف، شوف قبل وبعد. محروق رديت تفاصيل، محروق
رديت التفاصيل. الموضوع وايد بسيط، مو صعب، بس كثير ناس يعقدون الموضوع، يصعبون الأمور، والموضوع وايد بسيط. تمام. شوف، كل فوتج أعطيته حقه. هذا راح لأنه صحراء حر وهالجو، تراثي. في الليل أعطيته شوية أزرق براد على الخفيف، يعني كلاسيك كلاسيك، يعني تقريبا كوميرشال. وطبعا هني بعد تقدر ان انت تدق دبل تاب على الجين، تسوي اللي تبغاه عادي. مو لازم تروح اصفر كله، مو لازم تروح هالجو هذا، عادي تقدر تسوي اللي انت تبغاه عادي. مثلا جو ازرق، اي شيء انت تبغى تسويه سهل الموضوع. اذا تبغى تغير لون السياره شفتس، تجيني تختار هيو فيرسز هيو، اللون الاحمر، وغير على كيفك. مثلا بخليها اللون، بروح هيو فيرسز ساتوريشن، وبنقص ساتوريشن عشان يكون الشيء طبيعي. شوف الموضوع كيف بسيط وبدون تكسر. يعني بشغل الفوتج بيرفكت، لا تكسر ولا شيء. طبعا هذا لوب مسكر، ما ادري كيف يسكر، عشان شي ما قام يعيد. الحين بيعيد. شوف كيف. لا تعقد الموضوع، بسط على نفسك، خل الموضوع سهل. لا تقول اوه لازم اسوي 200 نود. لا، يوم تكون بروفيشنال، يوم هوايتك تلوين وتحب الالوان وتبغى توصل ليفل عالي، تبغى تلون فوتوجات الناس، تبغى تلون افلام، هذا مستوى ثاني، هذا موضوع ثاني. لكن كشخص عنده فوتوجات، هو يصور فوتوجات ويبي يلون، هذا ابسط شيء تقدر تسويه 3 نودز وخلاص. لا تعقد عمرك، 3 نودز وبتوصل لهالشيء. وطبعا كل واحد ذوقه، يمكن واحد ما يبي يرفع كونتراست هالكثر، يرجع عادي. شوف هني مثلا نفس الشيء، ما تحب كونتراست وايد ارجع. شوف عادي جدا، ما تحب كونتراست وايد ارجع. رديت كل التفاصيل اللي على الملابس. شوف قبل، هني يوم انا حارق، هني مثلا انا حارق، هني رديت التفاصيل عادي. انت حر، فوتجك، نظامك، تفكيرك. انا صح وانت صح، كلنا صح. فابد لا تحاتي في موضوع انه اوه كيف، ما يعني لا تقول ان فلان بيقول مو بحلو، علان بيقول مو. انت جالس تسوي وتلون حق نفسك، حق يعني الفوتج مالك، انت جالس تتخيل شيء معين. فما يستوي حد ثاني يقول لك والله يا اخي مثلا ليش مثلا ليش خليته ازرق يا اخي، مو حلو. ليش ازرق؟ يعني لو خليته طبيعي ابيض. يعني مثلا بيقول، مثلا بيقول هذا احلى وهذا احسن وهذا اجمل، هذا ذوقه، فهو لازم يسوي هذا الشيء. انت لا، انت عندك نظرة معينة، تخيل معين، انت تبغى بهالطريقة. هو صح وانت صح، بس لازم انت تمشي على جوك، على تفكيرك، على نظامك، على امورك. عرفت؟ فالموضوع وايد سهل، لا تعقدها، واستانس وضبط امورك، وصدقني راح توصل لامور جدا قويه. الهدف بالنهايه ان انت توصل لهالافلام هذه. مثلا تشوف جوكر الحين بيفتح، شوف شغل لك هني عشان تشوف وتستانس مثل ما انا استانس. شوف كيف سووا ازرق. انا والله سويت الازرق هذا بالصدفه، وفتحت جوكر تشيب صدفه، لكن بس حاب اني انا اراويك يعني. شوف هذا جوكر 2، بتشوف حتى جوكر نفس الوضع. شوف شوف ما في شيء خطأ. الكرييتيف او اللي مخه نظيف هو يفكر خارج الصندوق، وهذا هو المطلوب. يعني مثلا دون، شوف لحظة، يعني ابى اراويك الكرييتيف والاود، يعني الشخص يروح ما يقول انه ما اقدر فلان شو بيقول، علان شو بيقول، هذا كيف بيفكر عني. شوف يلا شوف.
ما قالوا إنه والله بنخليه طبيعي، لأ، راح مرة بعيد، 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 بعيد. شوف هني بليد رانر، شوف هني ها، لو ترى ويا أحد يقول والله ليش جلده أزرق؟ ليش جلده مو طبيعي؟ المفروض إنه إضاءة زرقا لازم الجلد يكون طبيعي، نرجع الجلد طبيعي، نخليه بني عادي. ما يستوي ترى. أنت تخيل أنت في غرفة زرقا بهالطريقة، أو عليك إضاءة زرقا في الشارع أي مكان، جلدك أوتوماتيكلي يستوي أزرق. فيعني الموضوع مو، شوف هني نفس الشيء، الموضوع مش ليش وكيف. ها، سينما، سينما مو حمد، سينما. عشان بس أنا أوضح لك إن أنت صح، سوي اللي أنت تشوفه حلو، سو أمور عيونك تستانس عليها، هذا هو المطلوب. تمام. يعني يعني مرة ها، أنا جايب لك أفلام من السينما، أفلام من السينما. شوف كيف، شوف الجرين كيف حاطين جرين فل مليون 16 أحس. لكن هذا هو يعني الناس يروحون ويسوون، ما يخافون، ما يقول والله ما أقدر، والله صعب، والله ما يقول هالكلام. يروح يستانس، يحط الشيء اللي هو يباه. يعني مثلا هني ها تقريبا طبيعي هني، بس في ازرق بعد، وفي اجواء ثانيه، في كرييتيف لوكس، في، مش بس حط وخلاص. الموضوع مو شي. يعني لازم تشغل مخك، لازم تضبط امورك، لازم تروح وما تحاتي وما تخاف، لان انت صح، تفكيرك صح. اذا تميت في مكان واحد ونظام واحد ونظرة واحدة وما جربت، بتقول ليتني سويت وليتني جربت وليتني وليتني وليتني. يعني هل ليتني عقب ما ينفع ابد. يعني مثلا، يعني هاللوك هذا ما حد بيتخيله، بيقول والله لو انا منقص الهايلايت وما ادري شو. لا، هني يمكن في شيء معين صار، راح يعني بالزمن لورا او شيء، فاعطاها الشعور هذا. هني مثلا نفس الشيء، لو تشوف الويف فورم نفس الشيء، طالع فوق مره، مره واصل 90. وهذا وين كله؟ مع انه في شادوز هني، هني في شادوز. ليش مو صفر، او تحت الصفر، او شويه فوق الصفر؟ ليش؟ شو السبب؟ هني مثلا السماء، ليش مش واصل 100؟ عطني سبب. ليش؟ قول لي. هني مثلا ليش هني واصل قريب 100، او مجاوز 90، وقبل شويه هني مثلا 80؟ كل سين له جوه، كل نظام له ترتيبه. يعني يعني لازم تضبط امورك، لازم تفكر، لازم تحط الشيء اللي انت تبغاه. يعني جوكر مثلا، اللي هو جوكر 2 او 1، حرمه هي اللي ملونه هذا الفيلم. الشيء هذا يعطيك شعور ان المجال هذا مو حق الرجال او السيدات، المجال هذا للجميع. اي شخص عنده نظرة، اي شخص يشوف نفسه قوي، يشوف نفسه انه يقدر يوصل لامور غريبة، الناس تصفق له وتقول عنه واو، يروح. انا هذا اللي اشوفه صراحة. لازم كل شخص موجود يبدع ويروح، وما يقول والله والله يا اخي لو هذا طبيعي. ما في شيء اسمه طبيعي، في شيء اسمه على حسب الفوتج، على حسب الجو. هني حاطين اخضر او تركوازي لسبب المرض، انه هذا الشخص يبون يوصلون رسالة ان هذا الشخص فيه شيء، فيه بلا، فيه شيء. تمام. فهذا هو يعني. وهني مثلا حاطين، انا يعني افكر بطريقتي، هني حاطين ازرق، او هني او هني، بسبب انه يبون يوصلون ان هالبلد او هذا المكان اللي هو فيه بارد جدا، في نفس الوقت ما كانوا يبون يطلعون من هذا الجو، جو المرض. تمام. فيعني هذا اللي انا استنتجه كحمد. يعني مثلا شخص شي واخضر
وشعره شي ومشيته شي وجسمه شي، اكيد في شيء خطا، في شيء خطا. فلازم تضبطون اموركم شباب. بس شفت كيف الموضوع جدا بسيط؟ انا هني عشان اسهل لك الامور. لا تنسى تتابعني في الانستغرام، اكتب بالعربي حمد احمد وبطلع لك اول واحد، وسوي سبسكرايب للقناه وشارك الفيديو هذا عشان الكل يستفيد. والله يوفق الجميع ان شاء الله.